بيحكوا عنهم بالإعلام قرابة 10,000 إنسان خلف قضبان السجان. بس بفلسطين ما بنحسبها هيك، والأسير مش مجرد رقم بارد بنشرات الأخبار. هاتوا أحكي لكم كيف بنشوف التقريب فعلاً، وأقرب لكم المشهد عن أسرانا أكتر. ببلادنا ما في بيت تقريباً إلا وفي ريحة أسير مخبية بخزانة الأواعي، أو كرسي فاضي مشتاق لصاحبه ومفتقده، أو صورة معلقة على صدر الحيط تستنى طلته. والبلاد اللي فينا بتتنفس بصمودهم وبتكبر بوجعهم. اليوم ولما الاحتلال بشرع قانون إعدام الأسرى، هو بيحاول يزرع الخوف بعروق آلاف العائلات اللي بتستنى رجعة أولادها وهم بيقولوا سلامات. وبعدين هم ليش بيحكوا عن قانون إعدام وكأنه الموت غريب عن زنازينهم؟ ما هو بسنتين الإبادة وقبل ما يطلع أي قانون في أكثر من 100 شهيد زفناهم من الأسر طلعوا للسما بوجع التعذيب مش بحكم محكمة. فالموت بالأسر مش قرار بيستنوه، القتل سياسة بيعيشوها الأسرى كل يوم. أسرانا هم حكاية البلاد اللي ما بتنتهي بجرة قلم. ورا كل رقم في إنسان، وفي بيت، في أم وأب وزوجة وأبناء بيناجوا الله. حرسناهم بعيوننا فاحرسهم برحمتك. ورغم كل هالقهر وريحة الموت اللي بيفصلها الاحتلال بقوانينه، بيضل الأسير هو الحر بثبات موقفه. والبلاد اللي بقلوبهم لأسرانا رح ترجع لحضننا، وإحنا اللي بنستنى نتحرر برجوعهم، وبأسرانا تكتمل الحكاية.